الذين قهروا إرادة الشعوب وابتزوا كل ما في أيديهم وأسرفوا في البذل في سبل الفساد والإفساد. هذه عاقبتهم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا أصدره وكم أهلكنا من أشياعكم فهل مدكر. هؤلاء الذين ساروا في ركاب الفراعنة الطغاة المتجبرين المتربصين، وقد سمعتم ورأيتم صورا من الأفعال تريد حقيقة فرعون وكيف جعله الله من أئمة الدعاة إلى الله. ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ألم تروا كيف يراودون المعارض وهو بين أيديهم أن يشهد أن لا إله إلا أنا الصلوب فيتخذها تقية من أجل أن ينجو من الموت. ولكن المؤمن القوي خير يقولها ثم يقبل، فالأفضل أن لا يقبل. ولو كان مع الله لنجا ومن المتقين لخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحين يقول لا يصلون إليه يستحيل. لكن عدم شهادة الله أنه معه وأنه على كل شيء قدير هو الذي يريد. ولذلك كشف الله عن جبلة البشر على لسان موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وكل من طغى هو فرعون. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا ينبغي أن يتطرق الخوف إلى غير قلب مبلغ عن الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لما يخشون؟ يخشون من حسابه ومن عذابه ومن سجنهم ومن نكالهم ومن التقدير عليهم وإذلالهم ومنعهم من أبسط الحقوق التي ينبغي أن تكون لكل مواطن على قدم المساواة دون تمييز عنصري
هذه النقطة سرى فيها روح الأمر الإلهي، فأوحى إليها أن تولي قطرا، ثم أوحى إليها أن ابني لك هيكلا تسكنين فيه، فبدأ ثم دعاها إلى رحابه تتخلف عن هذا الهيكل والبنيان. ألا ترون كيف يفعل؟ أيها الطابعون في الشكل والصورة الذين لا يتجاوز نظرهم ما وراء، هذا هو العناء وسببه. فكل هذه الصورة لا ثبات لها ولا في نحو. انظر إليك وأنت طفل رضيع، انظر إليك وأنت شاب، وصورتك وأنت شيخ هارب، أنت بدل كيف؟ الاعتبار بهذا الجوهر، الروح، روح الفطرة التي هي الروح المحض، ولكن الشياطين عملت عملها فسلبت منها نورانيتها، وهذا شأن كل الكفار. لا عليهم ان تضررت بالعبادة وصليت، بل يعمد الواحد منهم الى ان يعمل الوجه ليظهر انه من العباد للناس، ليعلم الناس عن حقيقته، وهو اجل ما يكون بكتاب الله. فالله جل جلاله يقول سيماهم في وجوههم، وليس السيما بالجبين، قد يكون السواد الذي في الجبين اسود به وجهه لأنه بغير الله. أما قد يكون من هو أسبب البشر وهو في سواده كيف يتلألأ النور من وجهه، وكما يتلألأ القمر البدر في الليل البهيم، هكذا فلا تشهد الجنة إلا نورا. فمن رأى ذلك عرف الله وخبر. فالمهم أن تتخلى عن الشر، فإذا رأيت كبيرا فقل الله أكبر، غنيا عظيما الله أكبر، قويا الله أكبر، ألم ينتصر الله. وقد أخبر النبي أن الأصوات المنيعة تعد الله أكبر 3 مرات. ما الذي تعمله؟ تعمل كبرياء الله وعظمته ليريهم أنه هو الكبير المتعال. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا وفقرنا وانكسارنا نقدمه بين يديك راجين مغفرة ورحمة وعفوا وهداية وحفظا وحسنا تحمينا من شر الأشرار وبغيهم
إليهم نظرة رحمة، فإنك أنت القدير على أن تخرجهم من كل